هنعمل مع بعض احلى رز صياديه بالجمبري بطريقه بسيطه جدا وحلوه قوي وطعمه بجد خطير، وانتوا اكيد شايفين شكله عامل ازاي. وانا كنت عامله معاه سمك فيليه وطاجن اللي هو الجمبري ده. هنزل لكم يعني الوصفتين دولت تحت الفيديو، بس انا صورت الرز بس تمام عشان انا كنت عاملاهم معاكم قبل كده. اول حاجه كده معانا هنجيب البصله كبيره، حسب بقى كميه الرز اللي انت هتعمليها. دي كانت بصلايه كبيره، عملتها كده في الكبه فرمتها كويس تمام، وحطيت شويه زيت كده حلوين على النار. ولما سخنوا رحت منزله عليهم كده اهو ايه البصلايه ولا ايه، لحد ما ايه لونها يغير خالص معايا ويغمق. هي كانت لسه هنا كده بتبتدي ان هي تتشوح هنا بقى لحد ما كان لونها اغمق زي ما انتوا شايفين، عشان الرز الصياديه زي ما احنا عارفين كلنا بيبقى لونه غامق. انا خدت من تتبيله السمك وتتبيله طاجن الجمبري وعملت بيها، تبلت بيها الجمبري اللي انا هحطه في قلب الرز تمام. ده طبعا مغسول ومتقشر ومتبل، فضيته كده بتتبيلته على البصلايه، وهبتدي ان انا اشوح فيهم كده اهو مع بعض عشان ايه الجمبري ياخد طعم البصل، والبصل كده يتشرب من التتبيله اللي كانت في الجمبري ويبقى طعمه حلو. بعد كده اكون غاسله الرز وهنزله عليهم، وبرده هديله تشويحه كده حلوه عشان كله ياخد الطعم بتاع بعضه يعني. اوكي، وانا كنت عامله الميه في الكتل زي ما انتوا شايفين، نزلتها كده اهو على الرز. هحط له بقى قولوا معايا، هحط كزبره ناشفه وكمون، وطبعا هظبط الملح بتاعي، فهحط معلقه من ده ومعلقه من ده. طريقته سهله وبسيطه، وانا برضو هسيب لكم في صندوق الوصف تحت الوصفتين بتوع السمك وبتوع الجمبري عشان تعملوهم، بجد حلو جدا وخطير. هنا كده خلاص انا ظبطت الملح بتاعه كان كويس جدا ومظبوط، وزودته. هسيب بقى واغطيه لحد ما الرز بتاعي يتشرب عادي، اكنك بتعملي الرز عادي خالص تمام. الجمبري اصلا يعني هو استوى مسافه ما انا حطيته مع البصلايه. اوكي، وبعد كده بقى طفيت عليه لما اتشرب وغرفته بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بصوا شكله عامل ازاي، هو بيتكلم لوحده من غير ما انا اقول اي حاجه. ان شاء الله الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم وتكون سهله وسريعه، واتمنى ان انتوا تجربوه. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناه. باي باي، اشوفكم في فيديو